السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من الآخر. النهاردة عندنا حلقة جميلة جدا. أنا ويحيى بس شيقة جدا. controversial. احنا قلنا controversial يعني ايه؟ يعني حاجة بيبقى ليها آراء مختلفة، يعني هو حاجة بس ليها كل واحد ليه رأيه فيها يعني. يحيى المترجم بتاعنا مش شغالين مترجم ومذكر طب ايه طيب؟ لا، هي حاجة أنا ويحيى كان لينا آراء مختلفة فيها. فقلنا إن نشارككم آرائنا المختلفة فيها ديت، وبرضه مين بقى يعني كل واحد. هل مثلا أنا صح في نقط، هو صح في نقط، هو أكيد يعني إحنا مش هنتفق على كل حاجة، وفي نفس الوقت مش هنختلف على كل حاجة. يعني هو في برضه وجهة نظر سليمة ما بيننا في موضوع إن الدراسة مهمة، بس مهمة ليه واحنا بنروح الكليه ليه؟ فقول لي بقى معاذ، انت ليه بتروح الكليه؟ انا بروح الكليه عشان والله نمبر 1 عشان ارضى ابويا وامي، فاهم؟ عشان رضا رضا الوالدين ده، رضا الوالدين ده بيودي الكليه، يعني بيودي الجنه فاهم؟ بيوديك الكليه وانت لازم تروح الكليه عشانه، فاهم؟ انت بتروح الكليه عشان رضا الوالدين ده قدام. ده هدفك الاساسي. ده اللي مخليني يعني بص، يعني ندي الناس باك جراوند عني. استاذ معاذ فهيم، ريل استيت ايجنت اصلا. انا ممكن ادي باك جراوند عن نفسي، يعني والله ممكن انا اقولها يعني. احب اقدمك بس. انا مش عايز اتعبك، بس والله تبقى بتقدمني، فاهم؟ وكده. لا فانا عندي ميديا برودكشن كومباني، بنصور فيها كونتنت واعلانات وحاجات كده اهوت، وشغال ريل ستيت ايجنت. فكلها حاجات انتربرينوريال، و فيها ببني الشركه بتاعتي وبشتغل في البيزنس بتاعي ومش عارف ايه. فانا وقت ما الجامعه دخلت انا قلت مش محتاج اروح الجامعه، يعني مش خلاص بدات انت بقى هدفك خلاص، مش في بالي. انا في دماغي ان انا الكارير اللي انا عايز ابقى فيه انا اوريدي بادئه دلوقتي. اروح الجامعه اعمل ايه؟ وبالذات ان انا مثلا، يعني احنا هنا في امريكا زي ما انت عارف الفلوس الجامعه كتيره جدا وغاليه. فانا لما قلت اروح الجامعه في المجال اللي انا شغال فيه، بس worth it على فكره. هي تستاهل worth it بس worth ال $50,000 في السنه. انا معايا $50,000 في السنه دي ادفعها، مش مشكله. ايه اللي مش موجوده؟ هتجيبها. ما هي مش موجوده. ما انت تعرف ايه اللي جاي ليها. يعني انت ما يبص، هو الحوار قيمه وقامه. انت دلوقتي بتوصل، يعني انت بتدفع فلوس دي ليه؟ يعني الناس دي كلها الملايين او البلايين اللي بيدفعوا للكليه دول بيدفعوا كليه ليه؟ ما هم علشان هم عارفين ايه العائد. لا مش معاهم فلوس، مش شرط يكون الناس معاها فلوس. يعني انا معايا فلوس بخش الكليه عادي. معايا فلوس بخش الكليه عادي، فاهم؟ وبدفع غصب عني، لازم ادفع. ليه؟ لان انا عارف ايه المقابل المادي او المقابل المعنوي والقيمه بتاعتي ان هي هتزيد لما انا هكون معايا شهاده خريج جامعه. وبس جامعه، ما انت بص بقى تختلف هنا في نقطه. بص، اي حد، هي كده قاعده، اي حد داخل يقول لك انا عايز بيزنس، فانت مش داخل عشان تدرس اصلا، فاهم؟ واحد يمكن في ناس واحد عايز يدرس بيزنس بجد، ممكن. ويا ده يا رب اتمنى هو يكون ده هدفه كده. بس اغلبيه الناس بتبقى البيزنس ده بالنسبه لهم اللي هو بس عشان ماده، عشان ميجر سهل، فاهم؟ فان هو بيعمل مثلا حاجه بالسايد زي انت بتعمله. انت بتدرس ايه في الكليه؟ بيزنس ماركتنج. نفس النظام. انت منهم اهو. انت اثبات. لا بس انا وقتها قلت ايه، طالما انا كده مضطر اخش الجامعه ادرس اي حاجه ليها دعوه باللي انا بعمله ممكن تفيدني. بالظبط. بس هي هتفيدك كتير كمعلومات. لا يعني او كنوليدج، فاهم؟ انا واحد ايه عايز اتلقى العلم واشتغل بيه. لا هي هتفيدني بالشهاده. يعني ممكن الشهاده عشان يبقى اسمي معايا شهاده، حته الورقه اللي مالهاش 30 لازمه ديت اللي شفت طلع دافع فيها قد ايه في الاخر، بقى معايا شهاده. اسمي ان انا عشان لما اكلم حد اقول له انا معايا شهاده.
بس انت واحد قيمتها. مثلا، طب انت تعالى انت مثلا، تعالى ندور، انت واحد مثلا، انا ما عنديش موضوع انت ما عنديش شركه، ما عنديش الكلام ده، والكارير بتاعي انا مش عارفه. حلو. بس انا دخلت ماركتنج، فانت انت هتهتم بالكليه اكتر ما هتهتم بالبيزنس بتاعك، صح؟ هو لو واحد في حياته اصلا مش عارف هو عايز يعمل ايه، يعني انا بالنسبه لي انا عارف انا عايز اروح فين، فاهم؟ وشايف ان انا ممكن اروح له من غير الجامعه اصلا، او ممكن اروح له بالجامعه بس طريق اطول وهيكلفني فلوس، ومش لا ومش يعني مش طريق اساسي، هو يا ده يا ده، يعني الاثنين ممكن يوصلوني، فيا ده يا ده. بس انا فانا شايف ان انت لو انت واحد انت اصلا مش عارف انت عايز تروح فين، لا خش الجامعه، خش عشان تجرب حاجات كتير جديده وتقابل ناس كتير مم. وتشوف انت عايز تعمل ايه، دي زي الفل. اما يعني ده واحد داخل الجامعه هدفه كده، اما احنا اصلا بنخش الجامعه ليه؟ يعني انت داخل الجامعه ليه؟ انا داخل الجامعه زي ما قلت ان هي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، ان انا مش هعرف اتعلم الحاجه اللي انا عايزها غير في الكليه. اللي هي ايه الحاجه اللي انت عايزها؟ انا واحد فاينانس، بدرس فاينانس، اللي هي اداره الاموال والكلام من ده. اقول لك ممكن يعني مثلا تيجي بقول لك مثلا اداره الاموال دي اللي هي مثلا كام الف دولار في البنك بتوعك وعايز تديرهم، لا الحوار مش كده، الحوار اكبر من كده بكتير خالص. بلس انا ده مش هدفي كورس اداره الاساسي. اموال، بتهيأ تطلع ما هو مدير انت مش اموال هتروح ايه؟ تشتغل بقى في بنك كبير بالكورس اللي انت بتتكلم عليه ده. انت محتاج الشهاده عشان تروح تشتغل في بنك، تروح تشتغل في شركه كبيره، تبقى مثلا السي اف او بتاعها، تروح تشتغل في البورصه، في اللي هو الول ستريت اللي في نيويورك، فاهم انت؟ كل الكلام ده حلو، انت فانت مش عايز هتعرف تجيب توصل له غير انت عايز تجيب بالشهاده. الشهاده عشان تشتغل. بالظبط. انا جميل مقتنع ان جدا. انت مش هتتعلم حاجه في الكليه، انا مقتنع بالكلام ده. حلو قوي. طب حلو. حلو ان احنا وصلنا للنقطه دي. لو انا اعرف اروح اشتغل من غير الشهاده، انا محتاج الشهاده في ايه؟ ما انت هتوصل لايه؟ ما انت الفكره انت عايز توصل لايه؟ انا طريقي موجود، مفيش فيه شهاده، مفيش فيه جامعه، وهشتغل واكبر في الشغلانه وانا مش عارف ايه، بس مش محتاج فيها شهاده، بروح الجامعه ليه؟ ما هو الموضوع، بص هو موضوع يعني تقدر تقول فلوس. يعني انت بتاخد جميل الشهاده جدا. علشان توصل، بس ده الفلوس مش قصه نجاح. يعني انت عشان تعمل فلوس فانت معناها انت مش انت ناجح، لا ده بالنسبه لي مش ده المعنى الاساسي. معنى نجاح ان انت توصل لمرحله ان انت تكون راضي فيها على ان انت بتعمله، ما بتعملش حاجه غلط، بتحقق اللي انت. بتصلي وبتغسل سنانك قبل ما تنام يعني عايزين نوصل. ما بقول لك هي يعني ماشي، انا اقول لك الفلوس هتحقق لك جزء من الكلام ده بس مش كله، فاهم؟ يعني مثلا انا داخل الكليه، حلو، الكليه دي ما هو الشغل بتاعك بتاع الشركه مثلا اللي تشتغل فيها دي ده مش دايم. في ناس تقول لك ده دايم، ده غلط بقى. ما هو خلاص انت خلصت مرحله الجامعه، انت عايز تعمل فلوس، صح؟ انت بدأت تعمل فلوس، ماشي، هتفضل تحوش، هتفضل ان انت عايش في ان انت تصحى الصبح 9 لحد الساعه 5 الشيفت بتاعك خلص، روح نام، مش عارف ايه اليوم اللي بعديه، طب ما وهكذا. دي الشغلانه العاديه. بالظبط. ما هو دي بتبقى فتره زي انت تتكلم في الفتره بتاعتك دي، فتره انت تجمع فيها فلوس وتبدا البيزنس الخاص بتاعك. انت كده بتلف وعايز تخش في حتتي. لا. انت كده بتلف. يعني انا بقول يا عم احنا هننزل ابدا بيزنس واشتغل، انا بشتغل على نفسي، انا البيزنس اوريدي بتعمله غير البيزنس اللي بيعمله. انا اوريدي طريقي باين ومش عارف ايه، مش محتاج اروح الجامعه عشانه. انت بتقول انا اروح الجامعه عشان لما اخلص اروح ابدا بيزنس. طب ما انا ابدا بيزنس من الاول. ان البيزنس بتبقى بيزنس من الاول ده مش تعمل لك الفلوس غير وانت اصلا بتقبض وفي قبض داخل لك. يعني انت هتبدا يعني شغل مثلا البيزنس بتاعك ده، انت تقعد اول 5 سنين انت ممكن مثلا ما تعملش فلوس، حلو، صح الكلام ده؟ ممكن تضرب معاك وتعمل فيها في اول سنتين، ممكن ده نصيبك انت ونصيبك. بس هل الفلوس انت هتاخدها دي انت تعمل بيها ايه؟ يعني انت هتروح مثلا تحطها في حاجه تانية ولا بيها تروح ممكن تشتري اعمل بيها بيها؟ اي حاجه، يعني ممكن ماشي، ما خلاص مالناش دعوة، ده حاجات خصوصيه مالناش دعوة. يعني بس انا بكلمك في نقطه، يعني مثلا انا هقعد الاربع سنين الكليه بتوعي وبعد كده اروح اشتغل في خلال 3 4 سنين هجمع فيهم، وفي نفس الوقت انا شغال انا بفتح بيزنس تاني، في داخلين لي. لما انا اكبر ده وخلاص ظبطت الموضوع ده هبدا البيزنس التاني، هخش اخد فلوس استثمر في حته،
عامل فانت متوزعة. انت عايز الشغلانه بتاعت الشهاده عشان تبقى سيفتي. بالظبط. انت انا عايز ابقى في امان. عايز السيفتي بتاعت الشغلانه الثابته والدخل الثابت. اما اكدبش عليك حلو. انا مش بقول لك آه. ان انا مش بقول دي مش حاجه لا. تعيبك، انا بقول لك عادي، انا وحاجه مهمه، بس بظبط انت الفكره. ما هي الفكره ما هي- انت هتدرس ايه وهتجيب فلوس قد ايه؟ ما انت بتدرس حاجه، الحاجه تجيب فلوس. دلوقتي انا لو انا ممكن ان انا اروح اشتغل شغلانه ثابته برضه وفلوسها ثابته في شغلانه من غير شهاده، يبقى انا اروح اخد الشهاده ليه بقى؟ اروح اخد ليه؟ اتعب نفسي عشان انت ما تضمنش الظروف شكلها ايه. ومعيدين عشان انت ما تقدرش الظروف شكلها ايه. وواجبات مالهاش 30 ما انت لازمه. لازم تعملها. ما هو دي حاجات انت بتتعلم منها. انت ممكن مثلا تعلم 1% من كل اللي انت بتتعلم في فتره الدراسه دي كلها. 1%. حلو. الباقي بقى انت تتعلمه بقى في البدايه بتاعتك في الشغل. بتتعلم بقى اللي هو الشغل الواقع اللي هو الشغل في الواقع عموما، فاهم؟ فانا اتعلم من الحاجات دي. انت بقول لك انا مقتنع ان انت مش تتعلم حاجه في الكليه. انت الكليه كل اللي انت بتعمله ان انت بتعمل كونكشنز، فاهم؟ دي حاجه ثانيه، دي انت بقى بتستخدم الكليه ليه؟ ودي انا معاك فيها، ان انت في الكليه بيبقى الكليه بتديك مساحه ان انت تتعرف على ناس كتير قوي، تعمل فيها كونكشنز كويسه، تعمل فيها اصحاب، ممكن ده يروح يشتغل في كده وده يروح يشتغل في كده وده يروح يشتغل في كده، يساعدوك قدام. دي انا معاك فيها. دي اوكي. ماشي. دي خلاص، دي خلاص بنستخدم الكليه في ايه. بس انا بقول لك يعني بعد كده ما انت بتتعلم. يعني انت مثلا انت مش اي كليه تخشها خلاص. يعني هنا مثلا في فرصه كبيره ان انت تختار الميجر اللي انت عايزه او التخصص اللي انت عايز تخشه، فاهم؟ بس في حاجات اساسيه مضمونه 100%، انت لو دخلتها واشتغلت عليها هتعمل فلوس رهيبه. دكتور، نيرس، مهندس كمبيوتر ساينس، اي تي، الناس دي كلها بتعمل فلوس رهيبه، فاهم؟ بس انت مش عايز تخش في دايره ان انت هتعمل حاجه واحده. انت طول عمرك هتعمل حاجه واحده. لا، انا مش عايز ابقى اعمل حاجه واحده، انا عايز اعمل حاجات تانية. بس دي تبقى خطوه، حبل اشده عشان اوصل للي انا عايزه بعد كده، فاهم؟ فانت فكرتك بس ان انا استخدم الكليه يعني بيقولوا عليها ستيبنج ستون، اللي هو بتحط اول سلمه يعني كده عشان تطلع للبتاع اللي بعده، وراح اعمل بيزنس برضه. بالظبط. بس تستخدم الفلوس ما بتاعتها. هو بص، ما هو انت الدخل هيجيلك منين؟ انت لازم تدور على حاجه باسيف انكم. لازم. انت لو ما لقيتش حاجه ان انت تدخلك دخل وانت قاعد في البيت ما بتعملش حاجه، يبقى انت كده معلش ما بتعملش حاجه. يعني انت كده بص، على حوار الباسيف انكم ده، انا في رايي مفيش حاجه اسمها ريل باسيف انكم، اللي هو الباسيف انكم بقى اللي انا بقعد مفخد في البيت، فاهم؟ في كتير وبيدخل لي فلوس. في انت عارف ان في ما انت عارف ان لا، في مش يعني مش لاندروميت، المغاسل في كل حته والناس كلها بتستخدمها. ان الغسالات غاليه، فاهم؟ انت محدش بيشتري غسالات. رقم 2 كار واش. انت لو رحت أيوة. رحت مين هيغسلك العربيه؟ انت تعمل بقى الاثنين جنب بعض. ما انت بقى ده الهدف بقى، صح؟ ايوه، بس دلوقتي انت لما اي واحد عنده بيزنس، انت لازم تران البيزنس ده. حتى انت ما بتشتغلش بايديك في البيزنس، متاكد مش عارف ايه اللي بيحصل في الاول يعني مش هينفع تبقى في بيتكم بس نايم في الاول بس انت بتشوف الدنيا ماشيه ازاي. انت ممكن يا عم، انا ممكن اعين لك واحد مانجر ماسك لي الحوارات دي، وانا قاعد باخد المرتب بتاعك، وانا البروفيت بتاعي بيجي لي، شكرا، خلص الحوار. اخش انفست في هاوس، اخش انا ادخل فلوس في بيت يدخل لي عائد. فيكس اند فليب، موضوع التصليح وتصلح البيت ومش عارف تشتري وتصلح البيت وتبيع. كار فليب نفس الحوار. كل الحاجات دي بس دي مش باسيف، كل ده مش باسيف، كل ده مش باسيف. ما انت مش تعملها بنفسك، انت بتعين ناس انها تعملها لك. ده بعدين بقى، ده بقى انت ايه عمال بتبني بيزنس مش عارف ايه. ما انت كده كده انت في الأول بقى هتتعب. انت بقى بص، انت عبال ما تروح الجامعه تقضي الاربع سنين بتوعك حلو، 4 سنين جمال جدا، بعد كده تقعد 2 3 شغال في الشغلانه عشان تثبت نفسك، تبدل تروح شغلانه تانية بتديك فلوس اكتر عشان ايه، عشان تبقى بتكسب اكتر من الشغلانه. في الوقت ده انت هتبدا ايه، ابدا اعمل بيزنس او اشوف البيزنس بيتعمل فيه ايه، اخد 3 سنين كمان عشان اظبط البيزنس واظبط الدنيا. تبدا بقى البيزنس من دلوقتي بقى ايه، فهمت الدنيا ماشيه ازاي، عرفت الحاجات بتشتغل ازاي، يبدا بقى يدخل لي فلوس مش عارف ايه. 10 سنين
طيب ما ده طبيعي. حلو. انت بقى انا بقى عبال ما انت تخلص الجامعه في اول 4 سنين دول، دي السيف واي. انا في اول 4 سنين انا يا عم انا واحد جاهز ان انا اخد مخاطره كبيره، ما عنديش مشكله. انا عندي 20 سنه، انا عندي 20 سنه بقى ساعتها بقى السيركمستانسز بقى هي اللي بتحكمك بقى، فاهم؟ انا عندي 20 سنه، انت عبال ما تخلص اول 4 سنين دول هبقى بقالي ايه خبره في البيزنس 4 سنين، عمال شغال في حاجات مختلفه ومش عارف ايه، فهمت الدنيا ماشيه ازاي. ابدا اعمل فلوس بقى. اقول لو قلت ان انا قعدت 4 سنين ما بعملش اي حاجه، هقعد 4 سنين اتعلمت. بعد ال4 سنين دول تشتغل بقى جامد وتدخل فلوس. انت لسه قدامك 10 سنين عبال ما تبدا. مين قالك انا مش عامل فلوس وانا في النص؟ انت هتعمل فلوس وانت في النص، بس انت لو انت بتقول ايه؟ انا هدفك في الاخر ان انت تفتح بيزنس. ايوه جميل جدا. انا فتحت اوريدي، انت لسه محتاج، انت ماشي الطريق بالعكس. انت محتاج تستنى ال4 سنين الجامعه وكام سنه عشان تشتغل فيهم، 6 7 سنين عشان تبدا تعمل اللي انت عايز تعمله. انا عملت اوريدي، انا بدات اللي انا عايز اعمله من دلوقتي. فانا بالنسبه لي اروح الجامعه اعمل ايه؟ ما هو انت لازم تروح الجامعه ليه؟ ماشي يا عم انت موافق جدا ان انت تعمل فلوس، اقنعني بس اقنعني وانا هاجي معاك الجامعه بكره. انا كده بروح يعني، بس لو انا كده هدفي في الاخر، يعني احنا متفقين ان انت عايز تفتح بيزنس في الاخر وانا عايز افتح بيزنس. حلو. حلو دوت. لو احنا هدفنا في الاخر ان انت تفتح بيزنس، ايه اللي يخليني اقضي 7 سنين في الجامعه عشان ابدا بعد كده افتح بيزنس؟ انا كنت اتعلمت. يعني انت ممكن تفتح بيزنس في الاول. ما احنا قلنا يا عم في الاول، لا. احنا قلنا في الاول انت جامعه كتير. في الجامعه ما بتتعلمش فيها حاجات. ماشي، ما انت بتقع كتير. يعني انت مثلا في اول البيزنس بتاعك انت بتبدا تتعلم، بتبدا وبتخسر وبتعمل وهتقع كتير. اه وهتقع كتير، بس انت في نفس الوقت انت ما بتعملش فلوس. طب بتدفع فلوس الكليه من اصلا؟ ما بتعملش فلوس. انت هتدفع فلوس الكليه منين اصلا؟ مش هتروح الكليه بقى، ما انت لو هتبدا. طب ما خلاص كده باظت، دي باظت دي باظت. ما باظتش، ايه اللي بوظها؟ هشتغل على البيزنس اخلصه واعمل فلوس. طب افرض انت ما سيبك ما جالكش او وقتك ما جالكش دلوقتي. وقتي هيجي، يا وقتي هيجي في مره. هيجي بقى لما يجي وقتي هيجي. انت مش عارف هعمل فيه، انت مش عارف ان هو هيجي امتى. ما هو الفكره، بص يعني الشغلانه دي جميله وانا ما قلتش لا ان انت بتشتغل بمزاجك وتعمل كل حاجه انت عايزها، بس برضو مقلقه. ان انت ليه؟ انت الريسك بتاعك اعلى من اي حد تاني. انت بتاخد بس خلاص اوريدي واخد شهاده وفي فلوس بتجيله. يبقى ايه؟ ريسك ايكوالز ريورد. كل ما الريسك بتاعك يعلى الريورد بتاعك بتعلى. دي صح جدا، مفيش فيها كلام. مش في كل الانظمه، مش في كل حاجه، مش في كل اي حاجه. ده نظام الكون ده. مش كل ما الريسك يعلى. يعني انت الريسك، يعني انت بتاخد مثلا راح تشتري شركه مثلا، راح تعمل شركه، انت عارف انت الريسك بتاعك كبير، بس انت الريورد انت هتاخده ده انت عارف ان هو لا تخش فيه ولا مش تخش فيه. لا، اي ريسك كبير ريورد كبير، هي كده اهو. ريسك قليل هتاخد ريورد بس قليل. مش في كل الحالات. يعني انت لو حطيت فلوس في البورصه، حط مبلغ كبير في البورصه، ده ريسك عالي، انت ما تعرفش ان مثلا ازاي. لا، على حسب انت حاططها بقى في انهي بورصه. انت ممكن تحطها مثلا في الاس ام بي 500 او في اي تي اف ديت، الريسك بتاعها قليل، الريورد بتاعها قليل. ممكن تاخد الفلوس دي كلها تحطها مثلا في شركه لسه طالعه جديده. حلو. دي الريسك بتاعها عالي. ما تضمنش ان انت ممكن تكسب فيها، ما انت ممكن تقع. بالظبط، عشان كده الريسك بتاعها عالي، بس في نفس الوقت لو كسبت مش مضمونه. ما هي ده الريسك، ما هي مش مضمونه. ده مش مضمونه، ما هي مش مضمونه. ده معناه الريسك. ما انا فاهم يا ابني، انا فاهم قصدي ايه. انت بتقول، انت بتترجم الجمله على فكره، بتترجم الكلمه. فدي شركه جديده الريسك بتاعها عالي. على الجانب الاخر الشركه دي الريسك بتاعها عالي، لو خسرت هخسر كل حاجه عشان وبس لو كسبت هكسب جامد جدا اكتر من اللي هكسبه. ايه ما ده اللي بكلمك عليه، ما انا فاهم قصدي. انت بتقولي مش في كل الحالات. لا، هي دي في كل الحالات. هاخد ريسك عالي يبقى انا ممكن الريورد بتاعي يبقى عالي، هاخد ريسك قليل يبقى انا الريورد بتاعي ممكن. هو في كل حاجه ممكن. لا بالظبط، في كل حاجه ممكن، بس انا هاخد ريسك قليل الريورد بتاعي هو هيقف هنا اهو. هتاخد ريسك عالي الريورد بتاعك هيعلى. يعني انت فاهم، انت عايز تاخد ريسك قليل الريورد بتاعك هيقف هنا اهو. انا هاخد ريسك عالي الريورد بتاعي انا ليه امشيها على السيف؟ مش مشكله، امشيها واحده واحده على الهادي. باخد الكليه، اول ما اتخرج هاخد فلوس، اصلا هعمل فلوس اللي انت اوريدي عملتها عادي. فاهم؟ ما بقول لك على حسب انت بتدرس ايه. ما برضه مش كل حاجه تجيب لك فلوس اللي هي. انا كواحد فاينانس دخلت معلش يعني الراجل الفاينانس ده بيبدا يسمع 100,000 دولار في السنه، فخلاص انا متكيف، انا قاعد متكيف. انا كبدايه انا هاخد المبلغ ده، فاهم انت؟ كبدايه شغل. طب دي حاجه
جميله، حاجه مش وحشه، مش قليل. تقدر انت في فتره قصيره، ان انت قول سنتين، انت بتتكلم في 10 سنين. لا مش في ما بقولكش 10 سنين، انا بقول لك بدل ما انت اصلا الانكم بتاعك عالي، فاهم؟ انت ممكن تعمل حاجات اسرع في وقت اسرع. انت اوريدي فاهم البيزنس بيدور ازاي، فاهم؟ مش تاخد وقت، مش تقع. انت هتنجح على طول، لان انت فاهم انت بتتكلم في ايه، انت فاهم انت بتعمل ايه. ممكن على حسب الشخص بقى، يعني على حسب الشخص. في شخص من اللي دخل الجامعه وخلاص وبيشتغل وخلاص، فالشخص ده مش مفيش حاجه، الحاجات دي مش في باله اصلا يعني. اما لو انت اصلا في بالك ان انت تشتغل وتبدا بيزنس وتعمل والبتاع ديت، حتى لو طلعت من الجامعه وهبدا لسه بيزنس من الاول من الصفر، فاهم؟ بعد الجامعه هتبقى انت لا اوريدي دخلت في الحاجات، او ذاكرت او بدات او عملت. فدي ممكن تساعدك. هي بص، ايوه بالظبط، هو من الاخر هي من الاخر. اظن هي وجهين لعمله واحده. انت عندك عمله واحده، هي نفس الحاجه. انت كلنا بنجري بالطريقين عليها. انت بتحاول كلنا توصل بنجري لنفس عليها. الحاجه في الاخر. كلنا عايزين نتجوز. هي كلها نفس الحاجه. فهي اما الوجه ده يا اما الوجه ده، مم. يا اما هروح الجامعه وامشيها سيف وهي مش حاجه غلط، يا اما الوجه الاخر ناخد الريسك كلها، وهي مش صح لكل الناس. يعني ممكن تمشي مع حد، ممكن ما تمشيش مع حد تاني. بالظبط. بس في الاخر كلنا بنحاول توصل ان انت تبقى ناجح في حياتك وتشتغل وتستريح. كل واحد في الاخر البوزيشن بتاعه وهتوصل له. عملت ايه بتبقى يعني بقول لك يعني ممكن انت تنجح كواحد، انا ممكن افتح بيزنس ما انجحش فيه، انت ممكن تنجح فيه. فهي على حسب الشخصيه اللي بتدير، على حسب الشخصيه بتمشي. في يعني في على ختام حسب الحلقه يعني برضو، تقدير ربنا، يعني لما ربنا يعني ربنا يرزقنا جميعا ان شاء الله. يعني في بيرزق الاخر الواحد. في الاخر نحب نقول دي كانت مناقشه يعني بسيطه، طبعا كانت اجريسيف شويه بس مش دي مشكله. المناقشه دي بنعملها كل يوم على فكره. اللي هو في الاخر انا بروح الجامعه برضه، يعني انا مش واحد ضد الجامعه، بس أنا مش مهتم بيها، دي الفكره. هو مشكلته ان هو عايز نهتم بالجامعه اكتر. لازم تهتم بالجامعه. انا بالنسبه لي عادي، اللي هو انا عايز اخلصها، فاهم؟ انا عايز اخلصها عشان ابقى اسمي خلصتها، واعلق الشهاده هنا فاجيبها لكم فوق، شبه درع اليوتيوب كده. شبه الناس بتعلق درع اليوتيوب، اعلق الشهاده هنا، يبقى انا خلاص كده فاهم معايا شهاده. محدش يجي يكلمني بقى يقول لي ايه فين، روح اتجوز بقى. روح. انا اخد شهاده اروح اتجوز بيها بقى، ابروزها واروح. فاهم؟ يبقى خلصتها وخلاص يعني. لان في الاخر انا شايف ان انا اوريدي بشتغل في الحاجه اللي انا هشتغل فيها بعد الجامعه. فاهم قصدي؟ فبرضو عايزين ندعم استاذ معاذ برضو في البيزنس بتاعه. فطبعا هنحطه بقى ال اسمها ايه، الانستجرام بيج بتاعت البيجز اسمها وسيله برودكشن. وسيله برودكشن، ده هتلاقوها يا اما هنا يا اما هنا يعني. براند عظيم ان شاء الله، يكبر اكتر وكتير. هو واحده من الحاجات دي. وحد عايز بيت بقى مش عارف. يعني اي حد في امريكا بيدور على بيت، شقه، جار. في مصر برضو مش مشكله. في مصر، في اي حته. احنا في 36 دوله ان شاء الله. وان شاء الله نشوفكم. اتبسطت طبعا بالكلام يعني صراحه، برضو يعني انا عارف الكلام ده برضو، بس في برضو حاجات انا فهمتها اكتر. وان شاء الله يكون في مناقشات احسن من كده بكتير، ونتعلم وتتعلموا واحنا نتعلم. اكسب انا في المناقشات دي كلها ان شاء الله. لا ما انت ما كسبتش برضو نفس النقطه. انا طالع كسبان في المناقشه خلاص دي. بقى خلاص. انا طالع كسبان في المناقشه لا دي. مش في كل حاجه. انتوا قولوا لنا طيب في التعليقات. ايوه مين كسبان في المناقشه ديت. وانتوا بتاخدوا انهي صف من بس صف يحيى ولا صف معاذ؟ خلاص يا عم، وان شاء الله تيم معاذ كسبان. يلا السلام عليكم. مع السلامه.